المربع المرعب، الفور سكيلز، المهارات الأربعة في تعلم اللغة الإنجليزية، الليسننج والسبيكنج والرايتنج والريدنج، الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة. الأربع مهارات اللي دايما بيعاني منهم من تمت له الصلة باللغة الإنجليزية سواء كان طالب أو ولي أمر أو مدرس. النهاردة إن شاء الله هنبدأ بمهارة السبيكنج، هنتكلم عن المشكلات اللي بتقابل المهارة ديت وايه هي الحلول المناسبة لطبيعة المجتمع المصري. قهوتك الجميلة وقابلك بعد الانتو، ربنا يستر الكرامة وما تقطعش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في انجلش شيت ذا شيت اوف انجلش. والنهاردة هنتكلم عن مشكلة من أكتر المشكلات اللي بتقابل الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين كل على حد السواء. النهاردة هنتكلم عن مشكلة السبيكنج، التحدث. ايه هي اساسا مشكله السبيكنج او التحدث عندنا؟ علشان نعرف ابعاد المشكله، مشكله السبيكنج او مشكله التحدث، لازم الاول ناخد بالنا ان احنا عندنا تو سايدز، عندنا جانبين. الجانب الاولاني اللي هو السبيكر اللي هو الطالب سواء كان طفل صغير او شاب كبير. الناحيه الثانيه بتكون الاودينس اللي هو الجمهور اللي بيتلقى منه. في الناحيه الاولانيه الطالب ده ثابت معايا، لكن الاودينس متغيرين، يعني جمهور متغير. الاودينس عندنا نوعين، النوع الاول هو البيرنتس اللي هو الاب والام، والنوع الثاني التيتشرز المعلمين. بمعنى ان في اسباب رئيسيه ولي الامر هو متسبب رئيسي فيها، وأسباب بتعود إلى المعلم وأسباب ترجع إلى الطالب. لما نيجي نستعرض أسباب المشكلة فإحنا هنلاقي إن 40% من أسباب المشكلة بيتعلق بولي الأمر، و40% تانية بتتعلق بالمعلم، لكن 20% فقط بتتعلق بالطالب. وكلما كان عمر الطالب صغير كلما قلت مسؤوليته عن أسباب هذه المشكلة، والعلاقة عكسية بطبيعة الحال. كلما زاد عمره يعني كلما الطفل زاد في العمر كلما تحمل من ضمن الأخطاء دي. فتعالى نستعرض المشكلات. أولا أسباب المشكلة اللي بتتعلق أو أسباب المشكلة اللي بترجع لولي الأمر. رقم واحد عدم الاستماع. يعني ايه عدم الاستماع؟ محدش بيسمع النهارده لابنه او لبنته، وبالتالي لما بيجي الطفل ينبغ في حاجه معينه ويجي ان هو يستعرضها امام امه وابوه فهو لا يسمع. الاب والام ما بيسمعوش، ودي مشكله كبيره جدا. معروف ان البيرنتس الوالدين هم اول اودينس، هم اول جمهور للطفل، وبالتالي ما كانوش هم اللي يسمعوه في البدايه، مين هيسمعه؟ فبتنكبت عند الطفل رغبه الالقاء، وبالتالي فهو لا يسمع فهو لن يتحدث. دي اول مشكله. المشكله الثانيه هي البولينج اللي هي التنمر، السخريه. اوقات كتير جدا الاب والام بيسخروا من ابنهم بطريقه غير مباشره، ان انا بتنمر على ابني او بتنمر على بنتي مجرد انه لما يتكلم. وطبعا اوقات ما بنبقاش قاصدين، بنبقى واخدين الموضوع من باب الهزار والضحك وكده، بس ده بيخلف عند الطفل شعور داخلي بانه غير مرغوب في حديثه، او انه ما بيعرفش يتكلم، او انه لو اتكلم هيتريقوا عليه. الطفل اوقات كتير جدا بيبقى محتاج ان هو يتكلم في اي كلام وحد يسمعه، لكن احنا للاسف بنجبر الطفل، وبالتالي بيولد عنده الفكره بانه غير مرغوب في كلامه، وما بينميش عنده القدره على الافراط في الكلام. المشكله الثالثه اللي هي الكومبيرنج اللي هي المقارنه. انا دايما لازم بحطه في موضع مقارنه مع حد، وبالذات لو الحد ده كان اخوه او اخته او حد قريب منه، دايما بحطه في مقارنه معاه. ودي بتعمل عنده مشكله كبيره جدا في انه دايما محطوط في كورنر البديل، او محطوط في حته انه بيتقارن بفلان مش فلان اللي بيتقارن بيه، وبالتالي فبيولد عنده ضعف الشخصيه، لدرجه ان ممكن يكون الشخص اللي انت بتقارنه بيه بيعمل قدامه حاجات كتير جدا غلط، فبيولد عند الطفل نفسه ان الشخص الغلط ده اللي هم بيقارنوه بيه رول موديل، يعني قدوه ومثل اعلى، وبالتالي فهو هيقلده في الحاجات الغلط اللي بيعملها طالما هو مثل يحتذى به. وبالتالي احنا بنعمل مشكله تانية وبنأثر عليه في الحته دي. كمان احنا بنخليه خاضع للشخص ده، خاضع له في الاراده وخاضع له في الكلام وخاضع له في اتخاذ القرارات، ودي مشكله كبيره جدا معظمنا بيقع فيها، بالذات لو كانوا اخوات. المشكله الرابعه هو رفع سقف الطموح لاعلى ما يمكن. بمعنى ان انا النهارده عارف ان الولد عنده نقاط قوه ونقاط ضعف، انا ما بقولش ننزل بطموحنا، بالعكس لازم يكون في طموح، بس طموح معتدل مناسب لنقاط قوه وضعف الولد او البنت. ما اجيش انا النهارده اطلب منه حاجات فوق استطاعته، ما اطلبش منه حاجات انا ما اقدرش اعملها، لان ده بيولد عنده الشعور بالعجز، وانه طول الوقت محطوط في تراك انه مش هيعرف، طول الوقت محطوط في فكره ان الموضوع اكبر منه، وبالتالي هيولد عنده اخطاء تانية هتخليه لو وقف قدام جمهور حاسس بخذلان، حاسس انه ما يقدرش يعمل الكلام ده، او ان الموضوع بالنسبه له صعب. المشكله الخامسه الخوف من الحسد. اوقات كتير جدا بنخاف على اولادنا ان هم يتكلموا قدام الناس، وبالتالي فاحنا بنكبتهم فنخليهم يحسوا ان هم لا،
طبعا انا مش هاجي قدام الناس واقول له بس يا حبيبي لا فلان يحسدك، لا انا هقول له بس يا ابني انت مش عارف انت بتقول ايه، بس يا ابني اسكت يا ابني مش عارف ايه. فانا كده هجيبه قدام الناس وهعمل له احباط، وبالتالي فانا مش هخليه يتكلم. انا ممكن اخاف على ابني في حاله ان انا استعرضت بيه قدام الناس، لكن ما اخافش على ابني لو كان مطلوب منه سؤال بيرد عليه، لو كان محطوط في موقف للاجابه فهو بيجاوب على سؤال مطروح عليه. انا ما اخافش على ابني، ما اخافش على ابني لو كان موجود في الكلاس في الفصل وبيجاوب على المدرس بتاعه، ما اخافش عليه. في اوقات كتير جدا امهات بتطلب مني ان ما ينفعش ان ابنها يقف ويقول ويقرا ويتكلم قدام زمايله، خايفه من الحسد، وده طبعا من حقها، بس ده بيعمل عنده مشكله تانية، انه مش هيقدر يقف. ما كانش يقدر النهارده يقف في وسط زمايله ويتكلم، فبعد كده هتفضل عنده نفس المشكله بانه ما يقدرش، وبالتالي هيفضل مكبوت. لازم نديله الفرصه ان هو يتكلم. ما احنا بنديلهم الفرصه ان هم يغنوا مهرجانات ويقولوا كلام فارغ ويقولوا اي حاجه في الهبل ويغنوا في الافراح ويرقصوا ويعملوا حاجات، بنديلهم الفرصه انهم يعملوا الكلام ده. طب ليه ما يبقاش في الحاجات المفيده؟ لما يكون حافظ قران او مذاكر دروسه كويس او عنده مهاره كويسه يقدر ان هو يعرضها، ليه ما اديلوش الثقه في نفسه انه يعمل الكلام ده قدامي وقدام الناس؟ وطالما انا محصن هخاف من ايه؟ دي بالنسبه للمشاكل المتعلقه بولي الامر. بالنسبه للمشاكل المتعلقه بالمعلم، اول مشكله بيقع فيها المعلم ان هو بيوحد الليفلز، بيوحد مستويات الطلبه. بمعنى ان انا النهارده ممكن يكون في وسط الطلبه اللي عندي طلبه نوابغ عباقره، انا بمشيهم بنفس الليفل اللي ماشي معاه طالب تاني ممكن يكون مستواه منخفض، ودي اكبر مشكله بتخلي الطالب ذو القدرات الخلاقه المبدع ان هو يندرج بنفس المستوى اللي ماشي بيه الطالب المتوسط. ودي مشكله كبيره جدا بتخلي الطالب من جواه حاسس انه متكتف مش قادر يطلع لقدام، ومع مرور الوقت والممارسه بيبتدي يمشي على نفس النهج او نفس الاسلوب وما بيحسش بالابتكار والابداع، وبالتالي انا بكبت جوهره موجوده عندي لاني بساوي بين الكل. الطبيعي ان انا بفصل بين المستويات، العبقري بطلع بيه لقدام والمتوسط باخد بايده علشان يطلع لفوق، لكن ما مشيش الاثنين بنفس الريت او مشيهم الاثنين بنفس الرانك. المشكله الثانيه برضو هو الاعتماد على المنهج بشكل كلي. يعني انا النهارده بجيب الكتاب الخارجي وبشتغل على المنهج، ما عنديش هدف خالص غير هو المنهج، خلص اليونتس المطلوبه مني، خلص الهوم ورك المطلوب مني وخلاص. لكن اني اشتغل على تعليم الطفل المهاره زي مهاره التحدث والسبيكنج وان احطه قدام اودينس زي زمايله يتكلم، ده ما بيتمش، وبالتالي دي مشكله كبيره. المشكله الثالثه برضو هو عدم الاهتمام بمشاكل الطفل القديمه. يعني انا النهارده لو جاي لي طالب والطالب ده عنده مشاكل، ما ينفعش النهارده ان انا اخده واخش بيه على المنهج على طول لو المشاكل دي هتعطله، وبالذات لو كانت المشاكل دي في المهارات الاربعه زي ما قلنا، سواء كان في التحدث او الاستماع او القراءه او الكتابه. ما ينفعش النهارده ان انا اخده وادخل بيه في المنهج الا لما اخلص المشاكل بتاعته دي، ياخد وقته براحته، ياخد زي ما ياخد، المهم ان هو يقدر يشيل منهجه وهو فاهمه، ويقدر يقرا كويس ويقدر يكتب كويس، يقدر يسمع كويس، يقدر يتقن كويس. كمان في غلطه بيغلطها مدرسين كتير وهو نفس نظام ولي الامر، وهو البولينج او التنمر او التريقه على الطالب وبالذات في وسط زمايله. عادي ممكن نهزر ونضحك مع الطالب وممكن ان احنا نرفع من معنوياته، لكن ما نقلش منه قدام زمايله، بالعكس احنا نحاول نرفع من ثقته بنفسه، ونحاول لو كان منطوي نحاول نخليه يندمج في وسط زمايله، نحاول نكسر عنده حاجز الرهبه والخوف انه يتكلم قدام الجمهور، ولو ما اتكلمش زي ما قلت قدام زمايله هيتكلم قدام مين؟ فمع الوقت هيبتدي ياخد الثقه انه يتكلم قدام ناس تانية، وبالتالي انا بزرع جواه القدره على انه يتكلم. المشكله الاخيره هي مشكله اليأس. لما بتزيد المشكله عند الطالب وبيشتكي منه المدرس او بيشتكي منه اقرانه او زمايله وبيبدا ان هو يتكلم معاه طبعا بطرق غير صحيحه، ما بيحلش المشكله وبيخش مباشر معاه كأن الطالب او كأن الطفل هو اللي مسؤول عن كل المشكلات اللي فاتت ديت، وما بيلاقيش منه استجابه، لانه بطبيعه الحال الطالب نفسه مش هيقدر يغير كل الحاجات دي لانها مش بتاعته هو، فبيبدا ان هو يرمي طوبته زي ما بيقولوا وييأس منه وما يبداش يغير معاه ويقول ان ده اصلا كده، هو اصلا دي طبيعته، وطبعا ده غلط. ويقول لك اللي فيه طبع ما بتغيرش والطبع بيغلب التطبع. لا، احنا بنتغير وطبعنا بيتغير على حسب البرمجه العصبيه اللي احنا بنديها لدماغنا، وعلى حسب البراكتس، على حسب التمرين اللي احنا بنتمرن عليه. لان احنا عندنا مقوله شائعه في الانجليش اسمها براكتس ميكس بيرفكت، يعني الممارسه بتؤدي الى الاتقان او الطلاقه، وبالتالي ممارسه الشيء بتؤدي الى اتقانه. دي كانت اهم المشاكل اللي مسؤول عنها الوالدين والمعلم. اما بالنسبه للمشاكل اللي الطفل نفسه بيكون مسؤول عنها، ففي نوعين من المشاكل. مشاكل بتكون لا اراديه، بمعنى ان هي مشاكل هو مغصوب عليها زي المشاكل الوراثيه.
في بعض الاطفال بيتولدوا بيكون عندهم صعوبات في القراءه او الاستيعاب او درجات من الاعاقه سواء كان في السمع او في النظر او في الحركه. دي كلها حاجات بتبين اهميه المتابعه المبكره للطفل من سن السنتين ل3 سنين علشان لو في اي مشكله نقدر نعرضه على الطبيب او الاخصائي المختص بحل المشكله. في برضه مشكلات زي اهمال ساعات النوم واهمال الاكل، والمقصود هنا بالوجبه وجبه كامله سواء كانت متكامله او غير متكامله. هو الاطفال عموما دلوقتي مش بياكلوا اكلهم كامل، وبالتالي ده بيأثر على حاجات كتير جدا، بيأثر على بناء الخلايا في جسمهم وبيأثر على هرموناتهم وعلى سرعه استجابتهم للسيتويشنز المواقف المختلفه. طبعا بالاضافه الى بقى المشتتات الطبيعيه اللي معروفه عند كل الاطفال زي الموبايل فونز التليفونات وزي السوشيال ميديا دلوقتي اللي بقوا موجودين عليها بشكل كبير. كمان عندك الفيديو جيم والكارتون وكل الحاجات اللي هي بتأثر بشكل كبير جدا على نسبة الاستيعاب والفهم وسرعة الاستجابة. كمان ده بيولد عندهم الكسل بدرجة كبيرة جدا في أداء المهام المطلوبة منهم. يعني بتلاقي الأطفال النهاردة كل ما بتطلب منه حاجة سواء كانت مذاكرة أو أعمال هي المفروض إن هي مسؤوليتهم، بتلاقي كسل شديد جدا في استجابتهم للأشياء دي، مش بيقوم بيها لأنه بيحس بالمسؤولية تجاهها. وبالتالي إحنا لازم نربي عنده حتة تحمل المسؤولية، لأن لو ما شالش المسؤولية دلوقتي في مذاكرته مش قادر يشيلها فيما بعد في حاجات كتير جدا في الحياة. وأهم نقطة برضو في المشاكل اللي موجودة عند الأطفال هي الصحبة أو الصحاب. أوقات كتير جدا الطفل بيقيس مستواه على صاحبه، ممكن يكون صاحبه أقل منه كمستوى، وبالتالي الطالب بيبني مستواه على مستوى زميله أو على مستوى صاحبه. فلو كان صاحبه ده مستواه قليل فهو هيعتقد إن هو مستواه كويس جدا وممتاز، وبالتالي لازم أساعده إن هو ينتقي بالذات في السن المبكرة الصداقة أو الصحاب اللي يقدروا إن هم يرفعوا من شأنه لفوق مش اللي ينزلوا بيه لتحت. وفي فرق كبير جدا بين صحاب المدرسة وصحاب الحياة، في فرق بين صحاب الدرس وصحاب الحياة، بين صحاب الشارع وصحاب الحياة. لازم ناخد بالنا واحنا بننقي الاصحاب. في اصحاب كطفل هو مضطر ان هو يصاحبهم زي اصحاب المدرسة واصحاب الدروس واصحاب الجامع واصحاب الكتاب، ده هو ملزم ان هو يزاملهم مش يصاحبه، وبالتالي هتكون العلاقة اللي بينهم وبين بعض هي علاقة الموقف نفسه. لكن اعلمه ان الصداقة والرول موديل والمثل الاعلى والتشبه والاقتداء والكلام ده كله باصدقاء انا شايف ان هم مناسبين ليه. دي معظم المشاكل اللي ممكن تكون موقفة عندنا القدرة على ممارسة مهارة السبيكينج، التحدث. لو احنا قدرنا كل واحد من مكانه ان هو يحل المشاكل المتعلقة بيه، اعتقد ان الطفل في وقت قياس هيقدر ان هو يعدي مرحلة كبيرة جدا من القدرة الالقاء والتحدث بشكل ما يخجلوش. كمان انا ممكن اساعد الطفل ان اوري له نماذج من الشخصيات العامة او من الناس المعروفة وهم مثلا في سنس التوتر وهم في حاسة التوتر كده او في حاسة اللخبطة، وده منتشر جدا ممكن نجيبه له ونوريه له على اليوتيوب. ناس كتير جدا كانت تظهر قدام الكاميرا ما بتقدرش تتكلم، ده ممكن نوريه له نبين له ان هو عادي جدا ومفيش مشكله خالص انك تغلط وانك انت ما تخجلش من حاجه زي كده. لا عادي جدا، كل مره انت بتكسب فيها ثقه، كل مره بتحاول على قد ما تقدر انك انت تتقدم لقدام. خوفك من الاودينس من الجمهور اللي قدامك هيعطلك ويخليك ما تقدرش تتكلم. لو غلطت النهارده اكيد الغلط ده مش هيتكرر بكره. وحاول طول الوقت انك انت تعلم ابنك انه يغلط بس ما يكررش الغلط. يعني هو متاح ليه ان هو يغلط 1000 غلطه بس ما يكونوش متكررين، وبالتالي هو هيتعود على ثقافة الخطأ لكن هيتعلم من خطأ. وفي النهاية أتمنى يا رب الحلقة تكون عجبتكم ووصلت لكم حاجة بسيطة من فهمي وخبرتي المتواضعة في الحياة، وإن وقتكم ما راحش هدر. ولو ده تم بالفعل ما تنسونيش بدعوة صالحة، وربنا يقدرنا جميعا على الخير وعلى تربية أولادنا ويجعلنا السبب لصلاحهم وفلاحهم في الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.